نسوي الحمد لله. يعني هاي فطبور، هاي كرة القدم، شو بدي اسوي انا اكثر من هيك؟ يعني على العزايزة يا اخي ما بتكيش تلعب لا تلعبش. متنا اقسم بالله، تعبنا يا رجل تعبنا. يعني فريق بيقدم وفريق بيلعب، مش هيك الفطبور. بس انا عندي رسالة بدي اوجهها للاتحاد الاردني. اتحاد قوي مع منظومة تحكيم شريفة ونزيهة. اللي صار بمبارية الحسين مهزلة تحكيمية، زائد دوري قوي، منتخب قوي. حسين عموتة، مين انت اللي هداف التاريخي للمنتخب الوطني مش ضامن للمنتخب وما بدكيش تاخذه معك؟ مين شخصيتك انت اصلا؟ والله كانك مدرب ما حدا بيدري عنك. اذا انت ما بتعطي الاسم تحط الاسماء، اطلع وصرح للجمهور، لانه لاعب زي كحمزة الدردور حرام ما يلعبش بالمنتخب. كمان بدي كمان شغله، بدي اوجه رساله للاتحاد الاردني او لجنه التنظيم. اليوم ما فيش غير مباراه واحده، والربثه من الاربعه الكبار. ليش ما تلعبوا على استاد عمان؟ شو يعني شو المشكله انه يلعب على استاد عمان ما تلعبوا على البتراء؟ وبعدين ما فيش يعني مباريات ولا في شيء. يعني مبين الامور، حسين بيلعب على البتراء، فيصل وحدات بيلعبش على البتراء. ليش؟ هم يعني اولاد البطه؟ مش اولاد البطه. الله يعطيك العافيه. شلونك اول باب؟ بس انا معقول هذا ملعب ولا ملعب للسنافر؟ اعرف هذا الملعب ملعب دولي ولا ملعب سنافر؟ انت طالع عليه؟ ملعب سنافر هذا. والله العظيم شبه زي. يعطيك العافيه. اول شيء اذا بدهم يعني مثلا الاردن بدها المنتخب يطلع كويس، ما عندكيش بنيه تحتيه، كل استاد عمان واحد كويس. وين الملاعب؟ بدك عدم مؤاخذه دوري كويس. اوقات الدوري مش مرتبه مع البطولات الاسيويه ولا مع بطولات كاس العالم ولا مع اي بطوله، فيش تنظيم. التحكيم عدم مؤاخذه، بتقول بدنا حكام وبدنا دوري يكون يرقى بالفريق وبالمنتخب كويس. انت عدم مؤاخذه الحكام عدم مؤاخذه على هواهم، يعني عدم مؤاخذه يا اخضر يا ازرق، عدم مؤاخذه ما بصير هذا الحكي. ملعب عدم مؤاخذه الكبار، عدم مؤاخذه علشان الجمهور وما جمهور، بس للوحدات وبس للفيصلي الاستاد عمان. فطول عمره كبير سيدي. ايوه كويس. الملاعب هاي للجليل ولمعان وللسلط ولكل انديه الاردن، مش لنادي واحد، لناديين كبار، لانهم عدم مؤاخذه بيقول لي عندهم جمهور ما تمثلهمش مباراه. خلي الجمهور تبعهم يجي يلحقهم على الاستاد كويس. بينما الفرق الثانيه تلعب على ملاعب عاديه، ما بصير هذا الحكي كويس. وبس وشكرا لك. يعطيك العافيه، دائما موجود بكل المحافل، الله يقويك يا رب. وثاني شيء بنقول مرة ثانية وثالثة وللمرة المليون، الله ينصر غزة ويقف معهم ويعدي هالفترة على خير. وثالث شيء والأهم، لعيبتنا يعطيهم العافية ما قصروش ضمن الإمكانيات والظروف اللي موجودة قدام النادي والمعاناة اللي بيعانيها النادي. أدوا، كنا نستحق أفضل، بس الحمد لله كثر الله خيرهم. شكر خاص للعيبة، شكر خاص للكابتن وسيم اللي ضمن الامكانيات عمل العجب وعمل الاعجاز. يعطيهم العافيه والله يقويهم، واحنا معهم وهارد لك على التعادل، وان شاء الله الجاي احسن لنادينا. يا معاذ، اول شيء الله يعطيك العافيه. انا قلت لك اياها المباراه اللي فاتت، عندنا 7 غيابات، واليوم كمان 3 لعيبه انصابوا، ردوا طلعوا انضافوا لل7 لعيبه اللي طالعين. يعني الفريق بالسن هذا مليح، اللي قاعد بيقدم صغار، والملعب ارضيه الملعب مش هذيك ارضيه الملعب. الفرق الثانيه قاعد تلعب على استاد عمان. ليش الرمثه بيلعب بالاستاد البتراء او بملعب السلط؟ ليش ارضيته سيئه كثير فوق ما تتصور. احنا بنحط اللوم على اداره نادي الرمثه اللي بترضى تيجي تلعب على ارضيه هذا الملعب، اللي بترضى تيجي تلعب على ارضيه هذا الملعب. واحنا يعني صراحه الله يكون مع اهل فلسطين واهل غزه، وان شاء الله انه الله بنصرهم وينصر المجاهدين في غزه احسن من المباراه هاي و600 هاي المباراه. ولا بهمنا ولا بطوله دوري ولا غير بطوله دوري، بهمنا يطلعوا اخواننا سالمين غانمين من تحت الركام. لعنة الله على اليهود.
الصهاينه وانطقت والما طقت. شلونك يا كابتن معاذ؟ الله يعطيك العافيه. اول شيء نسال الله الثبات لاهلنا في غزه، هذا قبل كل شيء قاعده اساسيه. مباراه اعتقد انه نتيجه عادله اليوم. لعبنا شوط اول كان ممتاز جدا يعني تكتيكيا وبدنيا، بس لا يصح الا الصحيح بالنهايه يا كابتن معاذ. احنا النواقص يعني او النقص في اللاعبين بالاساسيين والاصابات اللي عندنا والشغلات كثير يعني. انا بقول باختصار شديد تعادل عادل. الاهلي فريق محترم، لاعبين ادوا اليوم وقدموا اللي عليهم، وانا يعني صراحه مبسوط جدا من عز الان، لانه كل مباراه قاعد بعطي مستواه بتصاعد الحمد لله رب العالمين. وسجل الهدف الاول يعني كان من مجهود يعني فرصه يعني ميته، سجل منها هدف. الله يعطيهم العافيه جميع اللاعبين. شكرا وسيم البزور، شكرا الجهاز الفني، شكرا ال50 مشجع اللي اجوا من الرمثة اليوم ومن زرقاء ومن جرش وازروا الفريق. والله يعطيك العافيه، جهودك طيبه معاذ.